عايز اعرف حضرتك 2024 عملت فيها ايه؟ طبعا الحمد لله في الاغلبيه منكم عارفين اللي انا بتكلم عن المشاريع وبشجع الشباب اللي هي تشتغل، لان الشباب للاسف الشديد يعني الايام اللي احنا فيها دي ايام صعبه، والشباب اساسا كده كده غلبان وطيب وعايز يعمل اي حاجه عشان يشتغل. فاحنا بنحاول ان احنا نساعد بعضينا وبنساعد الشباب على قد ما انا يعني على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نساعدهم، لان الشباب طيب. لكن انا السؤال اللي انا بسأله حضرتك كشاب عملت ايه السنة اللي فاتت مثلا؟ ايه الحاجة الجديدة اللي انت عملتها في حياتك مثلا خليتك تتقدم قدام؟ او بالمعنى الاصح اوضحها لك اكتر. دلوقتي حضرتك مثلا السنة اللي فاتت ما كانش معاك ولا جنيه، ايه المشروع اللي حضرتك دخلت فيه وبسم الله ما شاء الله ابتدى اللي يبقى معاك فلوس وابتديت اللي انت يبقى معاك رأس مال كويس؟ او مثلا ايه الاستفادة اللي انت استفدتها من السنة اللي فاتت؟ السؤال ده المفروض تطرح على نفسك على كل سنة تعدي من عمرك. ما السنة اللي بتعدي من عمرك دي يعني دي سنة بتروح من عمرك، انت عملت فيها ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك يوم القيامة وقفوهم انهم مسؤولون. ده خلي بالك ده في كتاب ربنا. ايوه انت مسؤول، انت مسؤول حضرتك عن نفسك وعن صحتك وعن مالك وعن كل حاجة ضيعتها فين ووديتها فين وعملت ايه في صحتك. ما صحتك دي تعتبر احسن من المال، لان صحتك دي هي اللي بتجيب لك المال وهي اللي بتجيب لك الرزق. عملت اكتر من 102 مشروع واتكلمت فيهم. هقول لكم انا بقى انا عملت ايه. يعني واحد بقى من ضمن الناس يجي يقول لي طب وانت عملت ايه في حياتك؟ انا يا عم ما تربطش حياتك بحياتي، اوعى تربط حياتك باي شخص، اوعى. ممكن الشخص دوت يكون بيقول لك حاجات هو ما بيعملهاش، بس هو حابب لك الخير عشان انت تعملها. فاوعى تربط حياتك بحياة حد. لكن برضو ومع العلم ادام انت بتقول لي انت عملت ايه في حياتك، انا هقول لك مثلا في خلال 5 6 شهور انا عملت ايه. في خلال 5 6 شهور حضرتك انا ما كنتش بعمل اي فيديوهات على التيك توك او الفيسبوك او اليوتيوب. بفضل الله في خلال 3 شهور او 4 شهور بالظبط انا صفحتي على التيك توك عدت ال70,000 متابع، على الفيسبوك عدت ال90,000 متابع، على اليوتيوب كنت يا دوبك 2000، النهارده عدت ال5000 متابع. بالنسبة لي أنا من غير مصرف جنيه ومن غير ما أحط ربع جنيه يكفي اللي أنا توكلت على الله بقيت أعمل فيديوهات لوجه الله، وربنا يعلم اللي أنا ما خدتش ولا جنيه ولا من التيك توك ولا الفيسبوك ولا الكلام ده كله. بس العمل ده أنا بعمله لهدف واحد بس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احنا بنتعلم منه حاجات كتير. سيدنا محمد لما جاء كان في الطائف، لما الاطفال الصغيرين يعني حدفوه بالطوب، كفار قريش سلطوا العيال الصغيره يحدفوه بالطوب. بعد كده جه ملك الجبال، يعني جه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له امرني يعني اطبق عليهم الاخشبين، يعني انا اضم عليهم الاخشبين يموتوا، الجبلين يجوا عليهم يموتوا. سيدنا محمد قال ايه؟ قال ايه؟ مرضيش. ليه؟ قال لك لعل وعسى يطلع واحد منهم مسلم، واحد مسلم يقول لا اله الا الله. احنا بقى من امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المفروض ان احنا نتعلم منه، نتعلم منه. انا بعمل كل الفيديوهات دي لعل وعسى شاب واحد بس اسوة وقدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد مني. لو شاب واحد بس استفاد مني انا مستريح. يعني التيك توك والفيسبوك والكلام ده كله حتى الناس ذات نفسها ما بتشجعنيش ولا بتعمل لي شير للفيديوهات بتاعتي، ما يشغلنيش. عليا النعمه لو اتفرج عليها شخص واحد بس يكفيني، اللي هو يعني ايه، يعني يكون حجه ليا يوم القيامه، اللي الشخص دوت يجي بس قدام ربنا يقول يا رب انا مثلا مشيت في الطريق كويس ده عشان الشخص ده. ده يكفي. خلي دايما عملك اللي انت بتعمله لله، ولما تعمله بضمير، صدقني ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ويوسع عليك ويبارك كمان في رزقك. يعني انت عايز تنزل تشتغل وعايز تعمل مشروع وخايف، صح؟ اذا انت ما عندكش حسن التوكل على الله. والله العظيم يا جماعة الطيور عندهم حسن التوكل على الله احسن منك. ايوه، ما انت خايف تنزل تشتغل، هتقول انا خايف انزل اشتغل، خايف اقابل كذا، خايف اعمل مشروع واخسر، خايف. خوفك دوت هو اللي هيدمرك.
لكن لو عندك حسن التوكل على الله صدقني هتشتغل وهتنتج، وربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهتبقى احسن من اي حد. بس انت يعني خلي عندك التوكل، يعني حسن التوكل على الله. مستحيل اللي انت هتنزل مثلا وهتتوكل على الله وربنا هيخذلك، استحالة، مفيش الكلام دوت يا جماعة. العصافير الطيور بتطلع بطونها فاضية وبترجع الحمد لله شبعانة. ربنا سبحانه وتعالى كريم جدا، بس انت توكل على الله وقول يا رب، وتأكد تماما طول ما انت عندك ضمير في شغلك وعندك ضمير في عملك وبتتقي الله ربنا هيكرمك. لان في ناس كتير قوي محتاجين اللي يعني احنا عندنا أزمة ضمير دلوقتي، مفيش ضمير في الشغل ولا ضمير في اي حاجة. تخيل انت بقى لما تكون مميز ما بين الناس ديت وعندك ضمير في شغلك يعني وبتعمل عملك بإتقان، وربنا سبحانه وتعالى يعني هيكرمك وهيوسع عليك لما انت تعمل عملك بإتقان. بس انت ناقصك حاجة واحدة بس، اللي انت تبدأ. ما معكش حرفة، ما عندكش صنعة، شوف اي حد من زمايلك عنده صنعة عنده حرفة واشتغل وتوكل على الله. شوف زمايلك، شوف يعني عم اشتغل اي شغلانة، شوف لك اي عمل اختص بيه نفسك وتوكل على الله وافتح بيتك. ولو ما عندكش بيت اتجوز وتوكل على الله واسعى. ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي وهيكرمك يا جدعان. ربنا والله يعني ايه، انت عايزك بس تسعى له، اسعى له ومالكش دعوه انت بالباقي. وعايز اقول لحضرتك كلمه اخيره، سنه 2024 خلاص عدت بقى بخيرها بحلوها بمرها. ابدا بقى من اول سنه 2025 ابدا بقى وافتح صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى، وابدا في اي شغل واي عمل، اي عمل، صنعه يعني تجارة. ابدأ في أي شغل، اتعلم من واحد زميلك، ازنق نفسك مع ميكانيكي، مع واحد حلاق، مع واحد سمكري، مع واحد سباك، مع واحد. لو انت مش متعلم أو مثلا معاك شهادة تمام وعايز تكتسب أي حرفة، اكتسب أي حرفة واشتغلها. ابدأ سنة 2025 ابدأ صفحة جديدة وتوكل على الله. صدقني والله العظيم ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك.